نفسي أعرف ليش أهل بلدي ما يتعلمون من أخطائهم؟ ليش؟ أمس العالم كلياتها تقولكم أطفال سوريا أطفال سوريا، والله يلا نشمت، يلا مدري شنو. منو قالكم إنه أطفال سوريا يهمون هذول اللي قاعد يعلقولك؟ أطفال سوريا على قولتكم يوم ذبحهم حزب الله وذبحتهم إيران وذبحهم بشار الأسد وذبحتهم داعش وذبحتهم الطيران، أشو ما حدا كان يهتم بيهم. أطفال سوريا وأهل سوريا يوم انطونا فتاوي إنه ناكل الكلاب النية والقطط وناكل الجراثيم وناكل ورق الشجر هذا، أشو ما حدا كان يهتم بيهم. أطفال سوريا ونساء سوريا اللي بالمخيمات اليوم بالملايين على الحدود، أشو ما حدا يهتم بيهم؟ ولا إحنا لازم دائما ننفذ أجندتهم؟ دائما إحنا لازم ننفذ الأجندات اللي ما جابت لبلدنا ولا فائدة واحدة بس إلنا إحنا كشعب سوري. نفسهم هذول اليوم اللي يقولون إحنا شمتانين معاكم دم أطفال يا سوريا، والله العظيم ما صدقوا. قسم بالله يا إنك أنت يا السوري ما سمعت كلمة مشرد ولاجئ وبقايا ومستعرب وناطق بالعربية إلا من هذول أهل الدول اللي اليوم قاعد يقولوا لك إحنا أهل السنة وأهل الجماعة، وهم نفسهم اللي اقتلوا أولادك وأنطوا فتاوي وأنطوا كل شيء ومتنا. بغض النظر يا أخي، حلال عليهم، قسم بالله الحلال على الشاطر. إذا تلاقي شعب جحش مثل شعبنا بهاي الدنيا اركب عليه ولا تقول لا، والله ما حد يلومك، والله العظيم. قاعدين هنا في بلاد ما بيها حتى كلمة الله أكبر، أمان، خير، رحمة، عدالة، بالوقت اللي إحنا بيه لحد الآن بين سنة وشعب. يا أخي قرفنا وطلعنا من آسيا لين أوروبا وما كنا نخلص من كلمة سنة. يقول لك والله الشيعة ذناب إيران ما جابت لهم إلا المصايب، وإحنا ذناب من هو؟ لأنه جتنا مصايب أكثر من الشيعة ترى، والله العظيم. والله مجازر، طب مجازر داعش، مجازر جبهة النصرة، مجازر النظام، المجازر الطيران، التحالف، ما بظل حدا يا ولد الحلال ما ضربنا، ما ظل حدا ما نبح علينا. قسم بالله الحرب 13 سنة وكل شيء فقدنا بكفة ولساناتهم بكفة. يا رجل حتى من عروبتك طلعوك. يقول لك والله العراق كانت أيام زمان، أيام أبو عدي صدام كانت بها خير قبل لا يحكمونها الشيعة. وهو من الوقع على إعدام صدام، ومن هو اللي فوت الأمريكان على صدام وانطاهم قالوا لهم فوتوا عندكم يا من وين حكم السنة بالعراق؟ إحنا لمتى نظل هيك ضمطاية؟ لين متى يا أهل بلدي؟ لين متى يضحكون عليكم؟ ليش يا أبويا؟ ليش يا أخويا؟ تريدون مرة ثانية نروح نموت؟ ها؟ تريدون مرة ثانية نروح ننقتل؟ مشان من هو؟ والله يقولوا لك احنا وياك ويدعوا لك وينطوك كل شيء تريده، فتاوي ودعاوي، ما يظل جامع ما يدعي لك. وقت الحزة واللزة هاي نسواننا كلها بالحدود يا ولو، نسواننا كلها على الحدود. الدنيا جاية على شتاء، منظمة الأغذية العالمية شالت إيدها عن اللاجئين، تقول لك ما بحد يتبرع بحق أكل. منظمة الأغذية على شنو يا ولد؟ مسوي لي بيها أسد السنة وأسد الجماعة يا ولد. الدين اللي ما يعزني، الدين اللي ما صان شرفي وما حفظ دم ولادي، الله عن أبوه من دين، هلا عن أبوه من دين. هاي أنت هنا قاعد تنابح وتعوي، وين الدين؟ ها وين الدين؟ شوف كل العالم قاعدة ويا بعضها، كل العالم قاعدة وعايشة بخير وسلامة، وانت مثل الكلب تنبح بس مشان تنفذ أجندتهم. ما احنا طافين وما احنا بني أمية، احنا تاريخ أقدم من بني أمية وأقدم من الدنيا كلها. احنا بلد حضارات، احنا بلد حضارات. 12,000 سنة قبل الميلاد، 1400 سنة تجي تقلب الدنيا كلها خلتنا نذبح بعض. والله العظيم عيب. اليوم بدل ما أنطوا صورة مشرفة، أنا أقول لكم من هنا والله العظيم ما ظلت دولة ما دمنا برقبتها ولا عربي. وأنا أقول لكم من هنا قسم بالله، أنا كسورية اليوم طلعت تيك توك يا أخي، أطلع أهذرب، أحكي لي سالفة، أقول لي سالفة، أقول لي عملة. قسم بالله من العرب أكثر كلمة سمعتها يا المشردة، يا اللاجئة، وجهك أصفر، بقايا فرنسي، ناطقة بالعربية، حتى من نسبي طلعوني. وأنا أقول لك والله إني ما أتشرف بهالنسب، عز الله يا إني من جمجمة من جماجم العرب، ما ألبسكم كلكم بحذاية إذا نريد نتكلم عن نسب، ولا أبو أكرم من جدي ولا من حسبي ولا من نسبي. لكن يعني هذا الحسب والنسب كلها تبيعوا بقشرة بصلة، لأنه ما بيكم خير، لا حسبي ولا نسبي ولا جدي الذبح فرصه وانطال ضيوفه.
فادني واني بهاي المكانات، غير رجليه ما فادتني، من الحاويات من الزباله كلنا. وهذا اللي تعيرونا به، مشردين تربايه الشوارع، اهلكم تحت الانقاض. يلا هاي اكثر كلمه سمعتها. كافي عاد، كافي طائفيه وكافي خرا دفعنا الثمن. والله ما بيهم خير يا ولو، والله ما ينشد بيهم الظهر، ورب الكعبه ما ينشد بيهم الظهر، ورب الكعبه اذا تريد تشوف ناصرتهم شوف نسوانك بالخيم، اللاجئات اللي تطقطقون عليهم هاي ما عاد تتجوزوا البنات ال 14 سنه ب $200 يا وسخ.